مولتن كيك صحية بدون أي نوع دقيق وبدون شوفان، هتخلص في 8 دقايق بس، تقدروا تعتمدوها في مرحلة نزول الوزن، سهلة وطعمها يجنن. أول حاجة أنا استخدمت هنا 3 حبات من التمر، وهضيف ليهم 5 معالق كبار من الحليب المغلي، هسيبهم بس كده 5 دقايق واضربهم بالهاند بلندر أو بالخلاط. هزود ليهم بقى هنا بيضة وفانيليا وشوية من القرفة، معلقتين ونص كبار من الكاكاو المر الغير محلى، هضيف ليهم بقى معلقه كبيره من طحينه السمسم، عملتها من السمسم بس بدون اي اضافات، معلقه واحده بس كفايه لان فيها 90 سعره حراريه، ونقدر نستبدلها بزبده الفول السوداني. هضيف ليها بقى نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهخلطهم كويس جدا جدا مع بعض بنفس الشكل كده، وده القوام المناسب، قوامها نفس الكيك بالظبط. هنقسم الخليط بقى هنا على قالبين علشان نتحكم في الكميه وكمان السعرات الحراريه. تقدروا توزعوها في قوالب الكب كيك، تنفع جدا للولاد في المدرسه، هتعمل معاكم 4 قوالب من الكب كيك. حبيت ازين واحده هنا بالدارك شوكليت، وزينت واحده تانية بشرايح اللوز. هتدخل فرن مسخن مسبقا من تحت بس من 8 الى 10 دقايق لو عايزينها نفس قوام المولتن كيك، ولو حابين تكون كيك عادي او نفس قوام البراوني خلوها 15 دقيقه. القالب الواحد فيه 180 سعره حراريه بس، ومشبع جدا. كل التفاصيل والمكونات بالجرام اسفل الفيديو، جربوها وبألف هنا وشفاء.